4 برامج مونتاج مشهوره، ايه العيوب وايه المميزات بتاعتها عشان تختار الانسب ليك. اول واحد وهو ادوبي بريمير برو، من اهم مميزاته ان هو بيشتغل مع برامج ادوبي التانية زي الافتر افكتس والفوتوشوب، ودايما بينزل له ابديتس جديده، لكن عيبه انه بيحتاج اشتراك شهري وجهاز قوي يشتغل عليه. تاني واحد هو دافينشي ريزولف، وده في منه نسخه مجانيه وممتاز جدا في تعديل الالوان، وكمان بيشتغل على الفيديوهات اللي بجوده عاليه زي ال 4K وال 8K، لكن اليو اي بتاعه معقد شويه وبيحتاج وقت على ما تتعود عليه، وطبعا بيحتاج جهاز قوي. تالت برنامج وهو الفاينل كات، وده مخصص لمستخدمي الماك. مميزاته ان هو سريع وسهل، كمان بتشتريه مره واحده بس في العمر من غير اشتراك شهري، لكن عيبه الوحيد انك ما تقدرش تشغله على اي جهاز تاني غير اجهزه الابل. اخر واحد وهو الكاب كات، بيشتغل على الموبايل وبيشتغل على الكمبيوتر، وكويس جدا للفيديوهات الخفيفه بتاعه السوشيال ميديا. عيبه انه ما بينفعش للمشاريع الكبيره وما فيهوش ادوات وتولز زي البرامج التانية. وبكده تكون عرفت الفرق ما بين البرامج دي.